لو اتفرجت على الفيديو ده للنهاية وفهمته كويس أوعدك إنه هيساعدك تعمل أول فلوس ليك من الإنترنت. ومش بس كده، هو كمان هيعرفك إزاي كل الناس اللي أنت بتشوفها على السوشيال ميديا بتعمل فلوس أونلاين، وإزاي أنت كمان تعمل زيهم. أنا بقولك الكلام ده بكل ثقة لأني اشتغلت على الإنترنت لمدة 3 سنين، والحمد لله قدرت أعمل منه فلوس كويسة وفهمت فكرة الشغل أونلاين. لكن بعد الثلاث سنين دول كل حاجة وقفت فجأة. انا من 18 شهر تقريبا دخلت الجيش، علشان كده كل شغل وقف وبقالي فتره ببدا تاني من الصفر. ومن خلال قناتي على يوتيوب هشاركك رحلتي وانا ببني شغلي مره تانية، والبدايه هتكون من الفيديو ده، واللي هيبقى عباره عن ميني كورس بيعلمك سيستم هنستهدف من خلاله ان احنا نكسب 500 دولار شهريا، يعني بما يعادل 25 الف جنيه مصري في الشهر. واللي انت اكيد لسه مش عارفه بدليل انك حاولت تشتغل كتير لكن لسه ما عملتش اول فلوس ليك من الانترنت. خلينا ما اتكلمش كتير وابدا في شرح على طول، لكن بفكرك تنزل تعمل اشتراك في القناه علشان تبني معايا بزنس اونلاين من الصفر خطوه بخطوه. مبدئيا كده الاربع سلايدرات دول هم اللي هنتكلم عنهم خلال الفيديو ده، وهو اللي ان شاء الله هيوضحوا لك ازاي تبدا شغلك اونلاين. اول حاجه هنبدا بيها، حابب اقول لك الاول انا مين وليه تسمع مني، لان انا مقتنع ان اي حد بيعلمك اي حاجه لازم تعرف الاول هو مين، وهل هو مؤهل ان هو يقول لك الحاجه دي ولا لا. انا اسمي زياد عادل، عندي 23 سنه وعندي خبره 3 سنين في الشغل اونلاين. يعني انا اشتغلت اونلاين لمده 3 سنين في مجالات مختلفه. اول مجال اللي اشتغلت فيه هو مجال الاس اي او. الاس اي او هو السيرش انجن اوبتمايزيشن، يعني تحسين محركات البحث. يعني كنت بعمل مواقع، والمواقع دي لما بتتصدر محرك بحث جوجل كنت بقدر اجيب منها زيارات. ودي اكتر من سكرين لمواقع اشتغلت عليها وكنت بجيب منها زيارات. يعني ال 224 الف دول يعني هم عدد النقرات، نفس الكلام 77 الف وهكذا. ودي سكرين انا محتفظ بيها بصراحه لاول موقع انا عملته وفعلا بدا يحقق نتائج معايا. ودي كانت الارباح الشهريه بتاعته، وكان الكلام ده في 2021 لحد 2023. فانا محتفظ بارباح الموقع ده بصراحه لانه اول حاجه اشتغلت معايا اونلاين، وكان اول مصدر اجيب منه فلوس اونلاين. بعد كده او اثناء ما انا شغال على الاس اي او والمواقع اللي انا كنت بشتغل عليها، كنت بعمل حاجه اسمها التسويق بالعموله. يعني كنت بحط روابط تسويقيه في المقالات اللي انا شغال عليها، والروابط دي لما الناس بتدخل ليها ويشتروا المنتج او الخدمه او اي حاجه انا برشحها ليهم كنت باخد عمولات زي ما انت شايف كده. يعني قيمه العموله هنا كانت العموله الواحده 50 دولار. ده كان موقع معين سحبت منه 160 دولار. نفس الكلام موقع تاني، دي كانت برضو عمولات منه. وانا كنت هنا بسوق من خلال حاجه اسمها الكونتنت ماركتنج. يعني انا كنت بكتب مقالات، والمقالات ده كنت بسوق بالمحتوى اللي انا بعمله، يعني بسوق للينكات من خلال المحتوى اللي انا بعمله. ده طبعا كان بيبقى من خلال المواقع. كمان كنت بعمل فيديوهات على السوشيال ميديا، وكانت برضو مصدر تاني للزيارات اللي كنت بكسب منها من خلال التسويق بالعمولة. حاجة تالتة اشتغلت فيها خلال الثلاث سنين دول، وهو سيرفرات زيادة المتابعين. يعني انك بتعمل سيرفر، والسيرفر ده بتقدر من خلاله تبيع خدمات المتابعين، اللي هو زيادة المتابعين واللايكات والمشاهدات والكلام ده كله اللي احنا عارفينه. الحمد لله السيرفر ده انا اشتغلت عليه تقريبا يعني اقل من سنة، لانه كانت حاجة جانبية بالنسبة لي يعني. والحمد لله زي ما انت شايف قدرنا نحقق مبيعات كانت 149 ألف جنيه، يعني ممكن نقول 150 ألف جنيه. طبعا مش في شهر واحد، في خلال تقريبا 9 شهور أو حاجة. وده طبعا مبلغ كويس لواحد ما كانش شغال في المجال ده اصلا، او مش مجاله الاساسي يعني، او دي حاجه جانبيه بالنسبه له. طبعا الموقع ده انا بعته، لان زي ما قلت لك انا دخلت الجيش وما كنتش عارف ادير كل الحاجات اللي انت شايفها قدامك دي، فطبعا ما قدرتش اكمل يعني. فدي الحاجات اللي انا اشتغلت فيها، وكانت اول مجالات انا بدات فعلا اتعلم من خلالها يعني ايه شغل اونلاين وازاي اجيب منه فلوس. طيب دلوقتي احنا هنتكلم على ايه؟ هنروح بقى للسلايدر التاني. اول حاجه عايز اقول لك عليها هو ازاي بنكسب فلوس، او فكره الفلوس اونلاين عموما. لشخص ممكن يدفع لك فلوس، في الحقيقه الفلوس ليها طريقه واحده بس، وهي انك تقدم قيمه للناس، والقيمه دي في المقابل بتاخد فلوس. القيمه دي ممكن تتقدم بطرق كتير جدا، زي انك تعمل لشخص حاجه هو مش بيعرف يعملها، او برضه انك تعمل له حاجه هو بيعرف يعملها بس ما عندوش وقت انه يعملها. زي مثلا لو رحت لاي دكتور هتلاقيه مقعد شخص بره في الريسبشن. طيب هل هو الدكتور مش هيعرف يستقبل الناس؟ لا هيعرف، بس هو ما عندوش الوقت ان هو يعمل الحاجتين في نفس الوقت. علشان كده القيمة اللي انت بتقدمها مش لازم يكون الشخص اللي قدامك مش بيعرف يعملها، لا انت ممكن تقدمها له علشان توفر عليه وقت، لان البيزنس بتاعه او الشغل بتاعه مش بيسمح له انه يعمل كذا حاجة في نفس الوقت. فبالتالي انت عملت له خدمة من خلال انك وفرت عليه الحاجة اللي انت بتقدمها. وانا مقتنع ان علشان نبدأ في اي حاجة لازم نبقى حاطين هدف، لان لو انت ماشي في اي طريق كده وما تعرفش انت رايح فين او انت عايز ايه فبالتالي مش هتوصل. وحتى لو حققت نتائج انت اصلا ما فيش هدف من الاول، فمش هيبقى الموضوع مرضي بالنسبة لك.
فانا بالنسبه لي كشخص تاني بيبني بيزنس تاني اونلاين بعد ما انقطعت تقريبا لمده سنتين او يعني سنه ونص او اكتر شويه، فانا حاطط لنفسي هدف ان اعمل $500 زي ما قلت لك في عنوان الفيديو، اللي هو تقريبا 25,000 جنيه في الشهر. فالهدف ده اللي ان شاء الله انا وانت هنمشي عليه مع بعض. طيب انا قلت لك عشان الفلوس تيجي لازم تقدم قيمه في المقابل. القيمه دي بقى ليها 3 صور او ليها 3 اشكال. اول حاجه هي الخدمه. يعني ايه خدمه؟ يعني ببساطه كده خالص انك تتعلم مهاره وتقدمها للناس، تبيعها للناس. المهاره دي ممكن تبقى حاجات كتيره جدا ولسه هكلمك عنها كمان شويه. المميز في موضوع الخدمه انه مش بيحتاج اي راس مال علشان تبدا فيه في 2026. انت ممكن تعمل بيزنس من خلال انك بتبيع خدمه، وكل ده مش هيبقى محتاج منك اي فلوس. هنبدا من غير راس مال، وده هدفي من خلال الفيديو ده، ان انا وانت نبدا مع بعض من غير راس مال. ميزه كمان في موضوع انك تبدا بزنس اونلاين من خلال انك تبيع خدمه، انك ممكن تتعلم الخدمه دي اصلا بشكل مجاني، لان يوتيوب دلوقتي بقى فيه كل حاجه حرفيا. انت ممكن تتعلم اي حاجه دلوقتي من خلال اليوتيوب. تاني صورة للخدمة وهي المنتج. والمنتج هنا ممكن يبقى منتج مادي أو منتج رقمي. منتج مادي يعني إيه؟ المنتج المادي ليه أمثلة كتير جدا، زي بقى أي حاجة، لبس، إكسسوارات، ساعات، أجهزة كهربائية، أو أي منتج أنت تعرف تمسكه في إيدك. دي كلها منتجات مادية، اللي هو من الآخر إنك هتبقى تاجر، بس تاجر على الإنترنت، اللي هي التجارة الإلكترونية. تاني حاجة المنتج الرقمي. المنتجات الرقمية كلنا بنشوفها طبعا، زي الكتب الإلكترونية أو مثلا PDF أو التمبلتس، أو الناس مثلا ممكن تبيع البرومتس بتاع الذكاء الاصطناعي، اللي هو الأوامر المعينة اللي أنت بتدخلها للذكاء الاصطناعي علشان تديك نتيجة معينة، أو الكورسات، أو أي منتج مش ملموس. كل دي بنسميها منتجات رقمية. فالصورة التانية من أشكال القيمة هي المنتج، سواء بقى منتج مادي أو منتج رقمي. وبصراحة أنا يعني مش هنصحك قوي تبدأ بموضوع المنتج ده، خاصة إنك لسه مش فاهم، يعني أول مرة تشتغل أونلاين، وفي نفس الوقت مش معاك رأس مال تبتدي بيه. فطبيعي المنتج هيبقى محتاج رأس مال علشان أصلا تجهز المنتج ده أو تصنعه، أو على الأقل خالص تسوق ليه. فإحنا أو أنا مش برشح ليك الطريقة دي، ونفس الكلام أنا مش هبدأ بيها وأنا ببني شغلي تاني على الإنترنت. تالت حاجة من صور القيمة هي المحتوى، ودي حاجة مهمة جدا في رأيي. ليه المحتوى أصلا ممكن يبقى قيمة؟ بص، اي حد بيعمل محتوى على السوشيال ميديا انت بتشوفه، هو يعني بيفيد الناس بطريقه معينه، او مش بيفيد الناس، هو بيوصل معنى معين من المحتوى بتاعه، سواء بقى المعنى ده كان كويس او معنى يعني مش كويس. تمام، بس في الاخر هو بيوصل حاجه معينه. فالمحتوى ده ممكن نشيله مثلا ونحط كلمه تعليم، انك بتعلم او بتوصل للي قدامك حاجه معينه. طبعا احنا اي حد هيعمل محتوى فينا او اي حد بيعمل محتوى طبعا بيبقى عايزينه، يعني بنشجعه ان هو يعمل محتوى هادف. تمام، بس المحتوى فيه عيب. لو انت من الناس اللي ما عندهاش صبر ان هي تقعد تشتغل مثلا لمدة 6 شهور او سنة من غير في الفترة دي ما تحقق اي فلوس، فللأسف المجال ده مش هيبقى مناسب ليك. انما لو انت من الناس اللي ما عندهاش مشكلة ان هي تقعد فترة كبيرة وتستمر على تقديم المحتوى، فانصحك فورا انك تبدأ في صناعة المحتوى. وده على فكرة جزء يعني احنا هنتكلم عنه في موضوع الخدمة، بس لسه هجيلك عنده لما يجي وقته. تمام، فحتة صناعة المحتوى دي خليها معانا شوية، هكلمك عليها كمان شوية. تمام، فزي ما قلت لك لو انت ما عندكش يعني استعداد انك تقعد فترة طويلة تعمل محتوى وتتعب وتستمر عليه، وفي نفس الوقت ما يجيلكش في الفترة دي فلوس، فما انصحكش طبعا انك تقدم محتوى. انما لو عايز تبني بيزنس حقيقي، يعني يكون ارباحه مستمرة معاك وبتتطور معاك مع الوقت ويوصلك لحتة حلوة، فالمحتوى هيبقى مناسب ليك جدا، وهو هيبقى ليه جزئية برضه واحنا بنتكلم على موضوع الخدمة. فهنا علشان نلخص الموضوع ده، ان القيمة اللي هتاخد مقابلها فلوس بتتقسم ل3 حاجات: خدمة، منتج، محتوى. انا بنصحك انك تبدا في ايه، او احنا هنتكلم اصلا عن ايه في الكورس ده، هو الخدمه. ان احنا هنتعلم خدمه ونبدا نقدمها للناس. طيب ايه هي بقى المهارات المطلوبه في 2026؟ طبعا المهارات اللي ممكن تشتغل بيها على الانترنت كتيره جدا، لكن انا هركز معاك على 5 مهارات، او من خلال وجهه نظري ان دول اكتر 5 مهارات انا شايفهم مطلوبين في 2026. انا عملت لك الجدول ده علشان يلخص عليك حاجات كتير. اول مهاره هي المونتاج. انا عامل لك الجدول بيرتب لك او بيشرح لك المهاره دي صعبة ولا سهلة، محتاجة راس مال ولا لا عشان تبدأ بيها، وقت التعلم بتاعها قد ايه، والطلب على الخدمة عالي ولا قليل. طبعا ال5 مهارات دول الطلب عليهم عالي، لكن في مهارات هتلاقيها اعلى من التانية. اول خدمة اللي هي المونتاج، المهارة صعوبتها ممكن نقول ان هي متوسطة، هي مش صعبة ومش سهلة، يعني ما نقدرش نقول عليها ان هي سهلة، ما نقدرش برضو نقول ان هي صعبة. راس المال اللي بتحتاجه علشان تبدأ حرفيا $0.
انت لو معاك جهاز هتبتدي من خلاله، مش معاك جهاز اكيد معاك تليفون في ايدك ممكن تبدا من عليه. وقت التعلم بتاعها قد ايه؟ تقريبا من 3 ل 6 شهور، ممكن يبقى اقل من كده او اكتر من كده. انا عن نفسي اتعلمت المونتاج او اساسيات المونتاج علشان ابقى دقيق معاك في المعلومه في شهر واحد بس، وعلى فكره جبت عميل بعد اول شهر. لكن ده مش الطبيعي، الطبيعي انك تاخد من 3 ل 6 شهور، ممكن اكتر من كده كمان على حسب حاجات كتير يعني. والطلب على الخدمه دي طبعا عالي جدا، لان كل الناس دلوقتي بتعمل محتوى، وطالما بتعمل محتوى فدايما هيبقى في احتياج لحد يعمل مونتاج. والمتوقع خلال السنين الجايه ان موضوع المحتوى او ان صناع المحتوى عددهم اصلا بيزيد مع الوقت، فطبيعي انت كمان كمونتير هيبقى عليك طلب كتير جدا. نفس الكلام الجرافيك ديزاين، هو برضه مهاره متوسطه تقدر تبدا فيها من غير راس مال، ممكن تتعلمها من 3 ل 6 شهور، والطلب عليها عالي. انا ليه ما كتبتش عالي جدا؟ لان يعني الاي اي بدا يخش في الموضوع شويه، هو طبعا عمره ما يلغي اي جرافيك ديزاينر، ولكن يعني بدا يخش في الموضوع شويه في حاجات. الاول الناس كانت يعني محتاجه لازم جرافيك ديزاينر يعملها لي، دلوقتي ممكن الاي اي يوفرها عليه شويه، ولكن ما زال الطلب عليها عالي جدا على فكره. ثالث مهاره واللي هي ظهرت مع تطور الذكاء الاصطناعي اللي هي الاي اي اوتوميشن. انا في وجهة نظري المهارة دي هتبقى صعبة شوية، لان هي هتبقى محتاجة منك انك تبقى على دراية بمعظم ادوات الذكاء الاصطناعي، وكل حاجة بتعمل ايه بالظبط، وازاي تربط الادوات مع بعضها علشان تعمل سيستم يخدم يعني الهدف اللي محتاجه منك العميل. فالموضوع هيبقى من وجهة نظري ان مثلا واحد مبتدئ مش عارف اي حاجة، فالموضوع هيبقى بالنسبة له صعب شوية، ولكن مش مستحيل. مفيش اصلا اي حاجة من الخدمات دي كلها مستحيلة، ولكن احنا بنحاول يعني نقول مستوى الصعوبة مقارنة ببعضهم مش اكتر. نفس الكلام راس المال صفر، انت ممكن تبدأ من غير اي حاجة. وقت التعلم بتاعها ممكن يكون اقل شوية، اللي هو من شهر ل3 شهور. والطلب على الخدمة طبعا عالي جدا، لان الفترة دي كلنا محتاجين الذكاء الاصطناعي. الميديا باينج او الاعلانات، مجال الاعلانات الممولة، يعني ممكن اقول ان صعوبة المهارة صعبة، مش مهارة انك تعمل اعلان، ولكن الميديا باير دلوقتي الشاطر مش مجرد ان هو مثلا عارف بلاتفورم بيعمل عليها اعلان، لا هو بيبقى ملم بعملية المبيعات كاملة. يعني ازاي اصلا اجهز المنتج، اعمل الريستوك للمنتج ده امتى وبكميات قد ايه، وتفاصيل كتيره جدا. فعلشان كده انا عاملها او انا مصنفها ان هي صعبه. فحته الصعوبه دي جايه بالنسبه لي ان الموضوع بس فيه تفاصيل كتير مش اكتر، انما المهاره زي ما قلت لك مفيش حاجه صعبه اصلا. راس المال نفس الكلام، ممكن تبدا ب$0، في كورسات مجانيه كتيره جدا ممكن تبدا بيها. وقت التعلم اللي انت محتاجه من شهر ل6 شهور، والطلب على الخدمه طبعا عالي. الكونتنت ماركتنج او تسويق المحتوى، انا شايفها يعني صعبة، لان هي برضو عايزة سنة ابداع علشان تبدأ فيها. انا هنا اي كلمة صعبة انا قلتها، انا ما اقصدش ان المهارة دي صعبة يعني ما تبدأش فيها او مستحيل تتعلمها، لا انا بتكلم ان هي بس هتحتاج منك شوية تفاصيل، او هتحتاج منك شوية مجهود علشان تقدر تتقن المهارة دي وفعلا تعرف تجيب فيها شغل. لكن كل المهارات دي مطلوبة وسهل عادي جدا تتعلمها، لكن بس هتاخد شوية وقت فيها. كل المهارات دي بلا استثناء. تمام. راس المال $0، وقت التعلم برضو من شهر ل3 شهور. تمام. والطلب على الخدمة طبعا عالي. فدي اكتر المهارات اللي انا شايفها مطلوبة في 2026. في مهارات تانية كتيرة جدا ممكن تبدأ فيها عادي، ولكن دول في وجهة نظري انا دول اكتر 5 مهارات مطلوبين. تمام. بعد كده هننتقل لنقطة، طيب دلوقتي انا حددت المهارة اللي انا هتعلمها، اتعلم منين واشتري كورس ولا لا؟ بص، المصدر الاول عشان تتعلم اي حاجه، مش بس المهارات اللي انا قلت لك عليها، اي حاجه عايز تتعلمها هو اليوتيوب. حرفيا اليوتيوب فيه كل حاجه. هو بس هيبقى محتاج منك انك يبقى عندك موضوع الريسيرش، يعني بتعرف تعمل ريسيرش كويس للحاجه اللي انت عايز تتعلمها. الموضوع في الاول هتلاقيه بس ملخبط شويه، هتلاقي مثلا معلومه هنا معلومه هنا. انت هتبتدي تتعلم الاساسيات وتبدا تربط الدنيا مع بعضها، ومع الوقت وانك بتطبق بايدك هتلاقي الموضوع تمام معاك. احنا كلنا او انا عن نفسي اي حاجه عايز اتعلمها جديد بتعلمها من اليوتيوب. انا لما بدات في المونتاج انا ما كنتش اعرف عن المونتاج اي حاجه، ومع ذلك بدات خلال شهر بدات اطبق بايدي واتعلم، وجبت عميل على فكره ما كانش مصري كمان، كان من الامارات، واشتغلت معاه من غير اي مشكله. هو الموضوع بس هيبقى محتاج منك انك تعرف تعمل ريسيرش وتربط المعلومات ببعضها وتطبق بايدك، مش اكتر من كده. طب غير اليوتيوب ممكن طبعا هتلاقي كورسات مجانيه على منصات زي يوديمي او اي حد شاطر في المجال اللي انت اخترته. السوشيال ميديا حرفيا دلوقتي مليانه، كل المجالات هتلاقي فيها ناس شاطره جدا وناس فعلا بتقدم معلومه. فدلوقتي ما يبقاش عندك حجه انك ما تعرفش تتعلم حاجه، لا كل المعلومات حرفيا متوفره وبشكل مجاني على الانترنت. في بس الحاجات اللي هي الادفانسد واللي مش هتحتاجها اصلا وانت لسه بتبدا، ودي هتعرفها مع الوقت او ممكن بعد كده تبقى تشتري كورس. فانا نصيحتي ليك انك في البدايه اوعى يعني تشتري كورس، لان اليوتيوب فيه شروحات كتير
والشروحات دي هتبقى وافية جدا ان هي تعلمك اساسيات اي مهارة انت عايزها. وبعد لما تتعلم اساسيات المهارة وتبدأ تدوس في الموضوع وتطبق بايدك، بعد كده ممكن تشتري كورس في الحاجة اللي انت عايز تطور نفسك فيها. وده مش هتعرفه الا لما يعني تشتغل بايدك وتتعلم الاساسيات. فالاساس اللي احنا عايزين يعني نتعامل بيه ان احنا نتعلم اساسيات المهارة بشكل مجاني من خلال يوتيوب او الكورسات المجانية المتوفرة في اي حتة. تمام. وزي ما قلت لك بقى انك بعد ما تتعلم الاساسيات هتلاقي نفسك في حاجات بتقف قدامك وفي حاجات انت عايز تطور نفسك فيها، فساعتها هتبدأ تشوف بقى من اشطر حد في المجال بتاعك بيدي كورسات في الحتة دي، وتروح تتعلم منه او تاخد كورس معاه وتطور نفسك. لكن في البداية زي ما قلت لك ابدأ بشكل مجاني، خاصة ان احنا عايزين نبدأ من غير اي راس مال. قبل ما ابدا في الجزء اللي بعد كده، حابب اقول لك ان اكتر حاجه هتطورك في الشغل اونلاين انك تبقى مع كوميونتي في ناس بتفكر زيك، عندهم نفس الاهتمامات، ناس عايزه فعلا تغير حياتها وتحول الانترنت لمصدر دخل كبير. فعلشان ابني المجتمع ده عملت قناه على واتساب هشاركك من خلالها رحلتي وتجربتي الشخصيه علشان انت كمان تتطور معايا. فلو انت كمان حابب تتطور وعندك نفس الاهتمامات هتلاقيني سايب لك اللينك في وصف الفيديو. اهم حاجه اللي يدخل في الجروب ده يكون فعلا عايز يشتغل ويطور نفسه. فلو انت مش في دماغك الموضوع ولا كانك سمعت حاجه، انما لو حابب تشتغل فعلا هستناك في الجروب. ودلوقتي يلا بينا نكمل باقي الشرح. بعد كده هنروح للسلايدر التالت. بص انا حبيت هنا ارتب معاك الخطوات عشان ما تبقاش متلخبط. تبدأ ازاي في مجال العمل الحر؟ احنا المهارة اللي احنا اخترناها او المجال اللي احنا اخترناه ان احنا هنقدم خدمة. لما بتقدم خدمة وتبدأ تبيعها للناس ده مجال اسمه العمل الحر او الفريلانسنج. فلما تتعلم مهارة تبدأ تبيعها للناس، انت هنا بيبقى اسمك فريلانسر، يعني شخص بيوفر خدمة معينة بيبيعها لحد محتاج الخدمة دي. فأول حاجة أو الخطوات اللي أنت المفروض تمشي عليها هي إنك تختار مهارة. أنا كلمتك من شوية عن أكتر 5 مهارات مطلوبة، فأنت هتختار واحدة منهم، أو لو أنت شايف إن في مهارة تانية مناسبة ليك أنت هتختارها، مفيش مشكلة. بعد ما تختار المهارة والتخصص اللي أنت هتتخصصه في المهارة دي هتبدأ تتعلم الأساسيات زي ما قلنا من مصادر مجانية وتطبق عليها بإيدك. وبعد ما تتعلم الأساسيات طبيعي هتبني بورتفوليو. وكلمة بورتفوليو يعني معرض أعمال أنت من خلاله بتوري العميل اللي قدامك المهارات اللي عندك، أو أنت تقدر تساعده إزاي، أو إيه المشاريع اللي أنت اشتغلت عليها والمهارات اللي عندك وإنك إزاي بتفكر. يعني بتعرف العميل على طبيعة تفكيرك وعلى المهارات اللي عندك. تمام. وبخصوص موضوع بقى البورتفوليو ده، لأن مش هعرف أتكلم عليه هنا بشكل نظري، ده لازم يعني نطبقه بشكل عملي. أنا عملت فيديو على يوتيوب هتلاقيني سايبه لك في الوصف، فبعد ما تخلص الفيديو ده علشان تعرف اكتر عن موضوع البورتفوليو لازم تتفرج على الفيديو ده، هتلاقيني سايبه لك تحت في الوصف. تمام. الخطوه اللي بعد كده، بعد ما اخترت المهاره اتعلمت وطبقت بايدك عملت لنفسك بورتفوليو محترم، بعد كده انك هتبدا تسوق لنفسك علشان تجيب اول عميل. تمام. موضوع بقى انك تسوق لنفسك، انت دلوقتي اتعلمت مهاره اللي هي مثلا كانت في حالتي اللي هي المونتاج، انا عايز بقى اجيب اول عميل، اعمل ايه؟ هيبقى قدامك طريقين. الطريق الأول هو السوشيال ميديا، والطريق التاني هو مواقع العمل الحر. خلينا أبدأ معاك بمواقع العمل الحر. مواقع العمل الحر هي مواقع بتجمع العميل مع الفريلانسر أو الشخص اللي بيقدم الخدمة، وهي بتبقى الوسيط في النص. يعني واحد دلوقتي محتاج يعمل مونتاج للفيديوهات بتاعته، فهو بينزل بيقول إن أنا محتاج أعمل مونتاج للفيديوهات بتاعتي، والناحية التانية بيكون في شخص بيعرف يعمل خدمة المونتاج، فبيبدأوا يتواصلوا مع بعض من خلال المواقع اللي هي مواقع العمل الحر. والموقع بيكون وسيط بينهم في ان هو بيسلم الخدمه للعميل، في نفس الوقت بيضمن حق الشخص اللي هو بيقدم الخدمه اللي هو الفريلانسر. ففي مواقع كتيره تقدر تبدا عليها، يعني مثلا لو مواقع عربيه هتلاقي اشهر 2 موقع خمسات وموقع مستقل. مواقع اجنبيه طبعا اشهرهم موقع ابورك وموقع فريلانسر. لكن بصراحه انا مش برشح ليك انك تبدا عليها، لان المنافسه فيها كبيره جدا، وانت في البدايه هتبقى يعني لسه في البدايه مش هتعرف تنافس الناس دي. الناس دي بتبقى بقالها سنين على المواقع دي، والموضوع هيبقى بالنسبه لك صعب. انا عن نفسي ما بداتش على مواقع العمل الحر، وبصراحه يعني لحد دلوقتي مش حابب ان انا ابدا عليها. غير كده انك بتحتاج يعني انك تقدم على وظائف كتير جدا كل يوم علشان تجيب بس اول شغلانه ليك، فالموضوع بيبقى يعني مرهق شويه. غير انك بتتعلم الشغل او بتتعلم المهاره او بتطور نفسك فيها، لا انت محتاج تبعت لناس كتيره جدا كل يوم عشان تجيب بس اول عميل ليك. فالموضوع بالنسبة لي هيبقى صعب شوية، ولكن هي برضو بتظل أماكن موجود فيها عملاء كتير جدا في كل التخصصات، فما ينفعش نستبعد الموضوع ده خالص. بس يعني أنا نصيحتي ليك إنك في الأول ما تبدأش فيه. فدي كانت مواقع العمل الحر. الطريق التاني بقى واللي أنا طبعا بنصحك تبدأ فيه هو موضوع السوشيال ميديا. لو أنت من الناس اللي عايز العميل يجي حرفيا لحد عندك، فهي السوشيال ميديا هتكون الحل، وده هيبقى من خلال إنك تعمل محتوى. ولو فاكر
لما جينا بنتكلم على صور القيمة قلت لك موضوع المحتوى، قلت لك هكلمك عنه كمان شوية. هنا بقى يجي موضوع المحتوى. الطريقة دي على فكرة هي اللي ساعدتني اشتغل مع عملاء كتير في مجال المونتاج، والمنافسة يعني مقارنة بمواقع العمل الحر بتبقى المنافسة اقل بكتير جدا. فزي ما قلت لك انا اتعلمت مجال المونتاج او اساسيات مجال المونتاج كانت خلال شهر، وبعد الشهر ده قدرت اجيب اول عميل، وكانت بالطريقة دي. هوريك بالظبط انا عملت ايه. زي ما قلت لك انا اخترت مهارة المونتاج علشان ابدأ فيها شغل تاني على الانترنت، تمام. فاول حاجة اتعلمت اساسيات المونتاج. بعد ما اتعلمت اساسيات المونتاج بدأت اعمل فيديوهات زي اللي انت شايفها قدامك. فقلت علشان ابدأ على السوشيال ميديا احسن مكان ابدأ فيه كان انستجرام، فانا عملت الاكونت ده، حطيت صورة بروفايل احترافية، كتبت بايو احترافي، وبدأت انزل الشغل اللي انا بعمله. اول حاجة كنت بعملها كان يعني بالنسبة لي الموضوع لسه كنت بتعلم الاساسيات، فالموضوع كان سهل شويه او حاجات بديهيه شويه، مش مونتاج صعب قوي، ولكن في نفس الوقت يظل يعني ايه كويس بالنسبه لمستويات الناس اللي انا ايه بشوفها يعني. بعد كده عملت فيديو زي ده، بعد كده المستوى بدأ يتطور شويه وهكذا. وهنا على فكره ده كان اول عميل انا اشتغلت معاه، يعني الفيديو ده كان شغلي مع اول عميل، تمام. فكل اللي انا نزلته ساعتها ان انا نزلت التلات فيديوهات دول حرفيا، ما نزلتش غيرهم. هوريك حتى المشاهدات يعني. اول فيديو 300، 585، 2800. ببص لقيت حرفيا عميل داخل يكلمني لوحده. انا اصلا يعني ما بداتش حتى اسوق لنفسي، انا كنت لسه بتعلم اصلا. فلقيت عميل بيكلمني بيقول لي ان انا محتاج، يعني محتاج تعمل مونتاج ليا لفيديو معين، وسعرك كام والكلام ده كله. فبدات اتكلم معاه ووصلنا لسعر مناسب. واشتغلت معاه تقريبا 10 فيديوهات تقريبا انا فاكر يعني. وده كان فيديو منهم، الفيديو ده. بس فكل اللي انا عملته ان انا بدات كده على السوشيال ميديا. فزي ما قلت لك لو انت عايز العميل هو اللي يجيلك لحد عندك زي ما حصل معايا او من خلال تجربتي يعني، انا بدات على السوشيال ميديا. كل اللي انا عملته عملت اكونت احترافي يعني بصوره كويسه، بايو احترافي، يعني بعرف العميل انا مين، ان انا فيديو اديتور اسمي زياد عادل، بعمل ايه بالظبط، وان انا بساعد صناع المحتوى في تطوير محتواهم من خلال خدمه المونتاج، وكاتب ان لاي مشاريع او كولابوريشنز يعني بعت لي رساله بس على الايه، على الدي ام، بس مش اكتر من كده. وبدات انزل الشغل بتاعي، الشغل اللي انا عملته وطبقت عليه بايدي وانا بتعلم الاساسيات. بس فالعميل جه لحد عندي. وده على فكره كل الناس مشهوره بتعمله. يعني ده حساب لشخص شغال مونتير، انا بصراحه عاجبني شغله يعني. هو شغال بالطريقه دي، بينزل شغله وبيجي له من خلاله عملاء. نفس الكلام محمد عادل من اشهر الناس الموجوده في مجال المونتاج في المحتوى العربي. نفس الكلام شغال بنفس الطريقه. ده شخص شغال في مجال يعني تطوير حسابات الانستجرام وزيادة التفاعل عليها، هتلاقيه شغال بنفس الطريقة على انستجرام، بيعرض شغله بيعرض خبرته. نفس الكلام الجندي اللي هو بيسوق لكورس المونتاج بتاعه. فكل الناس هتلاقي شغالة بنفس الطريقة، هي بتعرض شغلها وخبرتها من خلال محتوى على السوشيال ميديا. طيب ازاي انت كمان بقى تعمل كده؟ هتقدر تعمل كده من خلال 3 خطوات. الخطوة الأولى إنك هتختار المنصة اللي هتشتغل عليها، وهنا المنصات بتتقسم لحاجتين: منصة فيديوهات طويلة وهي طبعا اليوتيوب، ومنصات اللي هي الريلز أو الشورتس اللي هي الانستجرام طبعا والتيك توك وفيسبوك. فأنت في الأول هيبقى موضوع اليوتيوب أنا في رأيي يعني هيبقى صعب عليك شوية، فيعني أسهل حاجة ممكن تبدأ فيها هو موضوع الريلز، هيبقى أسهل وأسرع حاجة ممكن تبدأ فيها. لكن طبعا لو عندك الإمكانية إنك تنزل كمان على يوتيوب نزل على يوتيوب، ده هتبقى حاجة كويسة جدا. فأول حاجة أنت محتاج تعرفها انك تحدد لنفسك هتشتغل فيديوهات طويلة ولا فيديوهات قصيرة اللي هي الريلز. وبعد كده تحدد المنصة بقى اللي انت هتشتغل عليها، تشتغل على انستجرام ولا تيك توك ولا فيسبوك. ونصيحة مني لو انت يعني بتعرض شغلك اعرض شغلك على ال3. يعني مثلا لو انت بتنزل ريلز دلوقتي، ايه المانع انك تنزل نفس الريل هنا وهنا وهنا؟ المنصات دلوقتي بتسمح لك بالموضوع ده ومفيش اي مشكلة منه. يعني نفس الفيديو هتنزله على تيك توك، على انستجرام، على فيسبوك، وال3 هيجيلك عليهم مشاهدات، وال3 ممكن يجيلك منهم عملاء. فدي اسهل طريقه تبدا فيها على السوشيال ميديا. نصيحه بقى، اول ما تختار المنصه اللي انت هتشتغل عليها، اول حاجه كده تعملها ان لازم تخلي التايم لاين بتاعك كله على تليفونك الشخصي بيتكلم عن المهاره اللي انت بتتعلمها. طيب انت هتعمل كده ازاي؟ انت هتشوف المهاره اللي انت اخترتها. انت مثلا اخترت المونتاج، هتخش عند اشهر ناس او اشطر ناس في المهاره بتاعتك على السوشيال ميديا وتبدا تعمل لهم فولو. وطبعا تعمل انفولو لاي حد عندك يعني ملوش لازمه او مش هيخدم الهدف اللي انت عايزه. احنا دلوقتي عايزين نشتغل وعايزين نعمل فلوس، فانا عايزك تخلي كل الوقت اللي انت ماسك فيه التليفون عينك شايفه دايما المهاره اللي انت عايز تتعلمها.
الناس بقى هتبدأ تديك نصايح، هتبتدي تشوف شغل الناس بتعرض شغلها ازاي، بتسوق لنفسها ازاي. فهتلاقي كل ما تمسك التليفون هتلاقي التايم لاين بتاعك كله بيتكلم عن المهارة دي، فغصب عنك هتلاقي نفسك بتتطور. انت كل اللي بتشوفه هو المهارة اللي انت عايز تتعلمها، فطبيعي هتلاقي نفسك بتتطور. فبعد ما تختار المنصة اللي انت هتبدأ تنزل عليها شغلك، ابدأ اعمل فولو لأشطر ناس في المهارة بتاعتك، وده هتستفيد منه جدا صدقني. الخطوة التانية انك تبدا تجهز حساباتك علشان تظهر للناس بشكل احترافي. يعني ايه تجهز حساباتك؟ يعني احنا اتفقنا مثلا لو انت هتنزل ريلز فانت هتعمل حساب على تيك توك، انستجرام، فيسبوك، فهتبدا تجهز الحسابات دي. هتجهز فيهم ايه؟ رقم واحد طبعا صورة البروفايل، هتحط صورة بروفايل احترافية. انا مختار لك حساب لشخص يعني مطبق الموضوع ده بشكل سليم قوي، مطبق موضوع البيرسونال براند او ان يخلي يعني البروفايل بتاعه احترافي جدا، وانه يساعد انه يحول المشاهد بتاعه او الناس اللي بتشوف الفيديوهات بتاعته والمحتوى بتاعه لعميل. اول حاجه صوره البروفايل، لازم صوره البروفايل اللي تحطها يعني تبقى بتتكلم عنك، تبقى حاجه احترافيه او حاجه كويسه، بحيث لما العميل يشوفك يطمن ان الشخص ده شغال فعلا بشكل احترافي. مش صوره بقى مثلا انت مش واضح فيها اصلا او خلفيه مثلا مش كويسه قوي او كده، لا حاول تخلي الموضوع احترافي. الموضوع دلوقتي ممكن تعمله بالاي اي سهل جدا. يعني انا عن نفسي اصلا عامل الصورة دي بالاي اي، انا مدخل الذكاء الاصطناعي، اديته كذا صورة ليا وبدأت اكتب ان انا عايز مثلا صورة بالشكل الفلاني مع الالوان الفلانية، وعملتها بالذكاء الاصطناعي. الموضوع دلوقتي سهل يعني مش لازم كاميرا احترافية او كده. فهتحط صورة كويسة، هتكتب بايو احترافي. البايو احترافي يعني ليه اساسيات، لازم البايو يبين للعميل انت مين. يعني انت مين؟ انا مثلا كاتب زياد عادل، مين زياد عادل؟ او خلينا في المثال اللي قدامنا هنا، الراجل كاتب ان انا اس ام ام سبيشاليست وجروث كوتش وسكيلينج براندز اند كرياتورز، يعني ان انا بطور صناع المحتوى او البراندات وبزود ليهم التفاعل على منصات السوشيال ميديا. هو بيعرف الناس بيه. نفس الكلام لما تنزل هنا هتلاقيه بيقول لك انمي حسابك على انستجرام واحوله لمصدر عملاء. نفس الكلام استراتيجيات تسويق لصناع المحتوى والعلامات التجارية لإدارة حسابك. فهو الراجل بيوري الناس او بيعرف الناس انا مين وبعمل ايه، ازاي اقدر اساعدك. فهو قال انا مين، ان هو حط المسمى الوظيفي بتاعه. مثلا في حالتي انا مثلا كاتب فيديو اديتور، انا فيديو اديتور. هو كاتب اس ام ام سبيشاليست وسكيلينج براندز اند كريتورز وهكذا. يعني شرح للناس هو بيعمل يعني ممكن يساعدهم ازاي، ان هو بينمي الحسابات على انستجرام بالذات، وبيحط استراتيجيات تسويق علشان يساعد من خلالها البراندات وصناع المحتوى. تالت حاجه بقى اللي هو السي تي اي. واضح سي تي اي يعني اختصار لكلمه كول تو اكشن، يعني ايه الاكشن او الفعل اللي انت عايز اللي الشخص اللي يشوف البروفايل بتاعك يعمله. هو دلوقتي حاطط لينك الموقع بتاعه، فلو دخلت على لينك الموقع بتاعه هتلاقيه معرف الناس بيه وبيبدأ يبيع لهم حاجة. الحاجة دي ممكن تبقى خدمة اللي هو بيقدمها، ممكن تبقى منتج، أي حاجة بقى. فهو دلوقتي عايز الشخص اللي يخش البروفايل بتاعه يعرفه، شاف صورته، يعرف هو شغال في ايه، يعرف هو الراجل ده هيقدر يساعدني في ايه وعنده خبرة ولا لأ. في نفس الكلام سي تي اي واضح ان بيقول للناس خش هنا الموقع بتاعي، والموقع بتاعه هيبقى بيعرف الناس بيه وبيبيع لهم الخدمة بتاعته او المنتج او ايا كان. تمام. اخر حاجه طبعا الهايلايتس، ودي بتساعد العميل جدا ان هو يفهمك اكتر ويثق فيك، لان لما بتنزل ستوريز بتعبر عن الشغل بتاعك او بتعرف الناس انت بتعمل ايه، بتفكر ازاي، بتشتغل ازاي ساعدت عميل مثلا علشان ينمي حسابه على انستجرام بما ان ده تخصص الراجل صاحب الحساب. كل ده لما بترتبه في هايلايتس شكلها كويس مع الوان متناسقه مع صوره البروفايل بتاعك وحاجه كده شكلها احترافي، كل ده بيساعدك في النهايه ان العميل يثق فيك ويعرف انك فعلا راجل احترافي وشغال بشكل كويس. تمام. فتاني خطوة هنا كانت انك هتجهز بقى حساباتك كلها بنفس الطريقة، انستجرام، تيك توك، فيسبوك. تمام. ممكن تبدأ طبعا على منصة واحدة مفيش اي مشكلة، لكن نصيحتي ليك طالما بتعمل مثلا فيديو او بتنزل محتوى نزله على كل المنصات، وده هيعمل لك مشاهدات اكتر. تمام. الخطوة رقم 3 بقى هو انك تنشر المحتوى. المحتوى انواع، في انواع كتير للمحتوى. انت كشخص بيقدم خدمة او عايز يبيع خدمة للناس لازم تقدم لهم حلول للمشاكل اللي هما بيقابلوها. لازم تقدم لهم برضو محتوى تعليمي بيشرح ليهم كل جديد في المجال بتاعك، وده بيبين ليهم انك عندك خبرة في المجال، ودي اهم حاجة، وده اللي هيبني عندهم الثقة او ان هو يثق فيك انك تشتغل او تقدم له الشغل اللي هو عايزه. نفس الكلام محتوى يأكد على خبرتك في المجال، ومن خلال وانت بتقدم المحتوى اللي بيحل مشاكل الناس والمحتوى التعليمي والكلام ده كله لازم طبعا هيبقى فيه جزء فيديوهات بيسوق لخدمتك او الحاجة اللي انت بتعملها بشكل مباشر. دي بتبقى نسبة الفيديوهات قليلة شوية. يعني مثلا لو احنا هنتكلم هنقسم
المحتوى اللي احنا هنعمله ممكن يبقى 80% محتوى بيحل مشاكل الناس والمحتوى التعليمي، و20% بس المحتوى اللي انت بتسوق لنفسك فيه بشكل مباشر. يعني انت بتقول للناس كده ده شغل بتاعي وانا ببيع لك الخدمة الفلانية وبقدر اساعدك بالطريقة الفلانية. فالفيديوهات دي لازم تبقى موجودة عندك، ولكن هتبقى موجودة بنسبة تقريبا 20%، بتبقى نسبتها قليلة شوية، لأن الفيديوهات دي بتبقى منصة السوشيال ميديا بتعرف من خلالها إنك بتبيع، ولما بتعرف حاجة زي كده بتقلل التفاعل عليها شوية. فعلشان كده حسابك لازم يبقى 80% محتوى يعني يجذب المشاهدات أو يزود مشاهداتك والتفاعل عندك، و20% فيديوهات بتسوق للخدمة بتاعتك. حاجة بقى أنصحك تعملها إن لازم تثبت جدول محتوى تمشي عليه، لازم تثبت جدول محتوى. أنا هنا عامل لك يعني زي مثال توضيحي كده. يعني مثلا لو هنقسم الأسبوع هو 7 أيام، وهنبدأ نقسمه كل يوم هنعمل إيه. السبت والجمعة أنا عاملهم مثلا إن يوم بنجمع فيه أفكار، ويوم السبت بنصور المحتوى وبنصمم البوستات اللي احنا هننزلها. بعد كده قسمت بقى باقي الأيام، حد اتنين تلات أربع خميس، يوم بنزل ريل مع ستوري، واليوم التاني بنزل كاروسيل مع ستوري. كاروسيل اللي هو بوست عبارة عن كذا صورة يعني أو كذا تصميم. هوريك مثال ليه. ده مثلا ده اسمه كاروسيل، إن هو عبارة عن صورة أو تصميم ولكن كذا حاجة، كلها بتخدم موضوع معين وبتتكلم عنه ولكن في أكتر من صورة أو أكتر من تصميم. فدي أنواع المحتوى اللي هي مشهورة وبتجيب تفاعل على انستجرام، يا إما ريلز زي ما انت شايف، يا اما بوستات. البوستات دي ممكن تبقى صورة واحدة، ولكن يفضل موضوع الكاروسيل لانه هو بيبني موضوع التفاعل على الحساب بتاعك. فانا قسمت الايام ان يوم هنزل ريل مع ستوري، طبعا الستوري هتبقى يوميا يعني تقريبا كل يوم بنزل ستوري، لان ده بيزود التفاعل عندك. وعلى فكرة الستوري هو اللي بتقدر من خلاله تبيع الخدمة او المنتج بتاعك. فهنزل ريل مع ستوري، بعد كده كاروسيل مع ستوري، بعد كده واحد ريل مع ستوري، وهكذا. هنبص في الاخر هنلاقينا منزلين 3 ريلز في الاسبوع واتنين كاروسيل، وطبعا ستوري بننزل تقريبا ستوري كل يوم. فده جدول مثلا انا حاطه لنفسي همشي عليه، فانت كمان هتحط الجدول لنفسك تمشي عليه وتلتزم مهما حصل انك لازم تنفذ الجدول ده. منصات السوشيال ميديا بتحتاج منك الاستمرار في نشر المحتوى. يعني لو انقطعت فترة بقيتش تنزل محتوى كده كده يعني هتبقى بطلت انك تسوق لنفسك، والتفاعل على حسابك هيبتدي يقل اصلا لان انت ما بقتش ناشط على الحساب. فلازم تلتزم بجدول المحتوى اللي انت هتحطه لنفسك. وزي ما قلت لك الستوري هو اكتر مكان هتعرف من خلاله تسوق لنفسك وتجيب عملاء، فركز على موضوع الستوري. وهنا مثلا في الجدول ده انا حاطط تقريبا ان احنا بننزل كل يوم ستوري. في حاجة بقى يعني مهمة جدا، يعني اعتقد معظم الناس هتسألها: هل لازم اظهر بوشي وانا بعمل محتوى ولا لا عادي؟ والله هو مش شرط انك تظهر بوشك، طبعا مش شرط انك بتظهر بوشك. في اصلا انواع محتوى انواع خدمات انت ممكن يعني تبين فيها خبرتك من غير ما تظهر بوشك اصلا. ممكن انت بتبقى بتتكلم بصوت وبتصور حاجة قدامك انت مش طالع فيها بوشك، طالع بصوتك بس. وحتى موضوع الصوت ده الذكاء الاصطناعي يعني حله. انت في مواقع دلوقتي كتير ممكن تسجل من خلالها الصوت، او مش تسجل، انت بتدخل النص مكتوب اللي انت عايز تقوله وهو بيحوله لك، او موقع الذكاء الاصطناعي بيحوله لك لصوت. فحتى موضوع الصوت بقى محلول بالذكاء الاصطناعي. فهل لازم تظهر بوشك؟ لا مش لازم تظهر بوشك، ولكن الظهور بوشك بيدي طابع احترافي للعميل، لان هو يعني شايف الشخص اللي هو هيتعامل معاه. انا عارف مين اللي هيقدم لي الخدمه من خلال المحتوى اللي انت بتقدمه. انت بتظهر للعميل انك شخص ملتزم، انك حد اعرف اثق فيه واخليه يعمل لي الشغل بتاعي. فحته بس الظهور بوشك دي بتدي ثقه كده للعميل، وحاجه انا شايفها ضروريه بصراحه. فدي كانت الاجابه على السؤال ده، لان في ناس كتير بتسال لازم اظهر بوشي ولا لا. هو مش لازم، ولكن هو بيعمل فايده كبيره جدا في موضوع انك تسوق لنفسك وتبيع الخدمه بتاعتك. فانصحك لو انت تعرف تظهر بوشك اظهر بوشك. الموضوع يعني مش مستاهل يعني انت هتبقى مثلا خايف من ايه يعني؟ صاحبك هيشوفك يا عم، ايه المشكله؟ هيتريق عليك. هيتريق عليك ليه؟ ما هو انت بتعمل حاجه هو اصلا ما بيعرفش يعملها. هو بيعرفش، ما عندوش الجرأه ان هو يفتح الكاميرا كده ويتكلم، ما عندوش القدره او الجرأه ان هو يفتح ويبدأ يسوق لشغله ويقول للناس انا بعمل كذا. هو ما عندوش القدره دي او الجرأه ان هو يعمل كده، فعشان كده بيتريق عليك. بس هو من جواه بيبقى عارف ان انت احسن منه، او انت بتعمل حاجه هو ما يعرفش يعملها. فما تخليش يعني رأي حد يخليك تقف يعني او تخاف تعمل حاجه. لا، ابدأ عادي خالص، سوق لنفسك، ومع الوقت اصلا انت هتكتسب الثقه اللي هتخليك تعرف تتكلم عادي خالص، وهيبقى الموضوع بالنسبه لك سهل قوي. اي حاجه في البدايه بتبقى صعبه، ولكن بعد كده الموضوع هيبقى سهل بالنسبه لك، ما تقلقش. في الموضوع الاخير ده بقى، او في الجزء الاخير، انا حابب اقول لك على نصايح مهمه، او على حاجات انا بشوف الناس يعني بتقع فيها، غلطات بشوف الناس بتقع فيها وحابب احذرك منها علشان ما تقعش فيها وانت لسه بتبدا. اول حاجه، ما تختارش المهاره بتاعتك بناء على الفلوس بس.
يعني ايه؟ يعني مثلا انت سمعت فلان بيقول ان المونتاج ده ممكن يخليك مليونير وممكن تعمل من خلاله مليون دولار يعني فتقول بقى ان انا خلاص انا هبقى مونتير. طب انت اصلا مثلا ما عندكش القدرة انك تقعد تشتغل على جهاز كمبيوتر مثلا لمدة 10 ساعات و15 ساعة يعني ما عندكش القدرة دي اصلا. فبناء على إيه انت اخترت المهارة ان هي بس تجيب فلوس؟ لا، فهو مش هينفع. انت بتختار مهارة المناسبة ليك انت، اللي انت تعرف تعملها، وفي نفس الوقت يكون عندها القدرة ان هي تدخلك دخل عالي. مفيش مشكلة انك تختار بناء على الفلوس، ولكن لازم يكون المهارة دي مناسبة ليك انت في الاول. المهارة مناسبة ليك وبتجيب فلوس كويسة، يبقى هي دي المهارة اللي هتبقى مناسبة ليك. تمام. انما ما تفكرش بس في موضوع الفلوس، لان لو فكرت في موضوع الفلوس هتلاقي طب ما المهارة دي بتجيب فلوس وغيرها بيجيب فلوس. فمعنى كده مثلا انك بدأت دلوقتي مثلا تتعلم مونتاج، لقيت مهارة تانية ميديا باينج مثلا بتجيب فلوس اكتر، او سمعت حد بيقول ان هي بتجيب فلوس اكتر، هتسيب بقى دي وتروح تتعلم دي؟ انت كده مش يعني مش هتثبت في حاجة ومش هتتعلم حاجة. فاختار المهارة في المقام الأول المناسبة ليك والمناسبة لشخصيتك والحاجات اللي أنت شاطر فيها أو بتحب تعملها، وبعد كده يكون عندها فرصة في السكيل أو فرصة في موضوع الفلوس، إن أنت ممكن تبيع المهارة دي بفلوس كويسة أو فلوس كتير. فدي كانت أول غلطة. تاني غلطة، اوعى تتعلم كذا حاجة في نفس الوقت. ودي أكتر غلطة أنا عن نفسي وقعت فيها. كنت كل ما بسمع ان شخص معين بيقول ان انا يعني المهارة دي هتخليك مليونير او المهارة دي بتجيب فلوس او انا عملت مليون جنيه في شهر من خلال المهارة دي، كنت بروح على طول ابدأ فيها. طيب انا بدأت فيها وبدأت اسبوع او اتنين اروح، يعني انا دايما ببقى برضو بسمع ان في حد تاني بيتكلم عن مهارة تانية، فكان ساعات يقنعني بالكلام فانا اسيب المهارة اللي بتعلمها او اللي بدأت فيها واروح اتعلم حاجة تانية. الملخص اجي في الاخر الاقيني لا اتعلمت الاولى ولا التانية ولا التالتة، ما عملتش اي حاجة من التلاتة او اي حاجة من اللي انا سمعتها عموما، وبالتالي ما دخلتش فلوس لا من هنا ولا من هنا ولا من هنا. فلا، ما تتعلمش كذا حاجة في نفس الوقت. وانت بالذات في البداية اتعلم حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس تتعلمها وتبقى شاطر فيها، والحاجة دي هتجيب لك فلوس. بعد كده ان شاء الله هتعرف ازاي تطور الحاجة اللي معاك دي او تخليها بتجيب لك فلوس من مصادر كتير، وممكن ساعتها تتعلم حاجة تانية جنبها مفيش مشكلة، ولكن في الاول اتعلم حاجة واحدة بس. تالت حاجة، ما تبقاش بتاع كله. يعني ايه ما تبقاش بتاع كله؟ يعني اتخصص في حاجة واحدة بس. انا هكلمك مثلا في موضوع المونتاج. المونتاج في مجالات كتير، يعني مثلا مونتاج عقاري، مونتاج للسوشيال ميديا، الناس اللي هي بتعمل محتوى اللي هي صناع المحتوى، في مونتاج مثلا الايفنتات والكلام ده. في انواع كتير من المونتاج. في مونتاج مثلا الويدنج اللي هو الافراح والحفلات وكده. انا هعمل ده ولا ده ولا ده؟ هو طبيعي انك بيبقى عندك الاساسيات فتعرف تعمل اكتر من حاجه، ولكن كل حاجه فيهم هي تخصص لوحدها. فلو انت جاي مثلا بتقول للعميل انا اعرف اعمل لك مونتاج بشكل عام وكده، يعني بتقول له انا بعرف اعمل مونتاج وهعمل لك المونتاج ده بالسعر الفلاني وهكذا، غير لما تقول له انا متخصص في مونتاج السوشيال ميديا او مونتاج لصناع المحتوى. انت كده خصصت نفسك في حاجة معينة، العميل نفسه هيثق فيك، ان هيقول اه الراجل ده فعلا احترافي والراجل ده مخصص نفسه او شاطر في الجزء ده. فهتلاقي اي حد عموما محتاج الحاجة اللي انت متخصص فيها هتلاقيه بيكلمك، لان انت عندك حتة التخصص او عندك حتة انك مركز في حاجة واحدة وبالتالي انت شاطر فيها قوي. وبالتالي اي حد هيحتاج حاجة في الحاجة اللي انت بتعملها دي هتلاقيه بيجيلك انت، وساعتها هتعرف تتكلم معاه بكل ثقة لأنك شاطر في الحاجة اللي أنت بتعرف تعملها. وكمان هتحط السعر اللي أنت عايزه، هو مش هيعرف يتكلم معاك في موضوع السعر، لأن أنت هتقول له أنا أشطر واحد أو هو جاي لك على أساس إنك أشطر واحد في الحاجة اللي أنت بتعملها أو من أشطر الناس. فحتة التخصص هتميزك جدا وهتسهل عليك موضوع إنك تلاقي شغل، وبالعكس هتلاقي الناس هي اللي بتجيلك أصلا. فباختصار ما تبقاش بتاع كله، تخصص في حاجة واحدة بس. بعد كده ما تخليش حسابك كله تسويق بس. وانت بتقدم محتوى على السوشيال ميديا لازم تقدم فايدة للناس. الفايدة دي بقى ممكن تبقى من خلال انك بتشاركهم تجربتك ازاي اتعلمت المهارة دي، بتعلمهم المهارة معاك، بتعلمهم حاجات معينة هتساعدهم ان هي توفر عليهم وقت وهم بيقدموا الخدمة دي. هتبدأ تفيد الناس في المجال بتاعك بقى. فلما تبدأ تقدم فعلا فايدة حقيقية للناس، فالناس بتبدأ تثق فيك، الناس بتبدأ تشوفك يعني انا لو احتجت حد يعمل لي الحاجة اللي الشخص ده بيتكلم عليها هجيلك انت، لانه خلاص هو واثق فيك من المحتوى اللي انت بتقدمه. فما تطلعش دايما تقول في حساباتك او على السوشيال ميديا ان انت مثلا بتسوق للمهارة بتاعتك بس، ان انا بعرف اعمل كذا فتعالى اشتري مني. لا، مش كده، الموضوع مش كده. قدم فايدة للناس، والفايدة المجانية اللي انت بتقدمها للناس هتلاقيهم هم بيجوا يطلبوا منك الطلب المدفوع او الخدمة المدفوعة اللي انت بتقدمها، سواء كانت خدمة او حتى منتج. فما تخليش حسابك كله تسويق، لا، ابدأ فيد الناس حتى بنية يعني ان زكاة العلم نشره. انت دلوقتي عندك علم او بتعرف تعمل حاجة معينة، الزكاة بتاعته انك تعلم الناس، انك تفيد الناس. فوانت موجود على السوشيال ميديا اهتم بالحتة دي. الغلطة اللي بعد كده موضوع الاستعجال.
ان لازم يعني مثلا دلوقتي واحد دخل في مهاره المونتاج او دخل في مجال المونتاج، يبدا مثلا يتعلم اسبوع وخلاص هو عايز يجيب شغل. ماشي، مفيش مشكله انك تبقى دايما عايز تجيب شغل، او يعني ايه بتدور على شغل وعايز تجيب فلوس وهكذا، مفيش مشكله. ولكن موضوع الاستعجال ان انا مثلا لو ما جبتش فلوس بعد اسبوع او ما جبتش اول عميل بعد اسبوع، انا خلاص انا همشي واسيب الحاجه اللي انا بعملها. لا، انت لازم تاخد وقت كويس جدا وانت بتتعلم المهاره، لازم تتعلمها كويس، تتعلم اساسياتها كويس، عشان ده اصلا اللي هيميزك في سوق العمل بعد كده. لو انت ما بتعرفش تعمل الحاجه بتاعتك دي كويس، بناء على ايه الناس هتيجي تشتغل معاك؟ فلا، لازم تاخد وقت كويس جدا بالذات في مرحله التعلم. ادي كل حاجه وقتها. في الاول موضوع الفلوس يعني اركنه على جنب لحد ما انت تبقى شايف نفسك انك فعلا بتعمل شغل زي اللي الناس بتعمله او احسن منه كمان. بعد كده هتلاقي الشغل هو اللي بيجي لك لحد عندك، والله هتلاقي الناس هي اللي بتجي لك لحد عندك بتقول لك انا عايزك تعمل لي الحاجه الفلانيه. بعد كده موضوع انك بقى عايز تجيب اول عميل وانت ما عملتش اصلا بورتفوليو، طيب بناء على ايه العميل هيجي لك؟ ما هو العميل ما شافش شغلك، يعني لازم العميل يشوف شغلك الاول بعد كده هو هيجي لك. فلازم تعمل بورتفوليو الاول، البورتفوليو تحط فيه شغل كويس، مشاريع حقيقيه انت اشتغلت عليها، مشاريع تبين للعميل انك فعلا شاطر في الحاجه اللي انت بتعملها، وبناء عليه العميل هيكلمك. فما تستناش تجيب اول عميل عشان تعمل بورتفوليو، لا، اعمل بورتفوليو عشان تجيب اول عميل. الغلطه اللي بعد كده انا تقريبا يعني كتبتها مرتين فمفيش مشكله، عايزك انك ما تتكلمش عن خدمتك بشكل عام، عايزك تربط دايما الخدمه اللي انت بتقدمها او الحاجه اللي انت بتعملها بالنتيجه. يعني مثلا العميل دلوقتي ما تقولوش ان انا هعمل لك مونتاج، انا شاطر مثلا في المونتاج وكده هعمل لك بس مونتاج للفيديو بتاعك، لا، انت قول له انا هساعدك انك تطور البيزنس بتاعك او تزود عدد العملاء اللي بيجي لك من خلال ان هعمل لك مونتاج كويس، والمونتاج الكويس هيؤدي لان البيزنس بتاعك يزيد او العملاء اللي معاك يزيدوا. فبالتالي هو مش هيبقى بيتعامل معاك ان ده مجرد شخص بيعمل لي مونتاج، لا، هو هيبقى بيتعامل معاك ان انت شخص فعلا يعني جاي عايز تساعده ان هو يطور البيزنس بتاعه او هو يزود ارباحه. فما تتكلمش عن الخدمه بشكل عام ان هو ما تقولش بس انا بعمل مونتاج، لا، حاسس العميل ان انت فعلا جاي تساعده، ان انا هديك نتيجه، وقول له النتيجه دي سواء كانت النتيجه دي انك هتساعده يزود ارباحه من البيزنس، انك هتجيب له عملاء اكتر من خلال الخدمه اللي انت بتعملها. فدايما اربط الخدمه بتاعتك بالنتيجه اللي بتترتب عليها، وده هيساعدك وانت بتقدم عرض للعميل، وان العميل يقبل العرض بتاعك ويحس فعلا انك شخص جدير بالثقة وانك شاطر في الحاجة اللي انت بتعملها. ودي كانت اهم الغلطات اللي انا بشوف الناس بتعملها، واللي انا عن نفسي وقعت فيها اصلا، واللي انا جاي احذرك منها وانت لسه في البداية علشان ما تقعش فيها. فانا جاي اوفر عليك وقت، مش عايزك تقع في نفس الغلطات دي. اكتر الاسئله اللي بتتكرر في موضوع الشغل اونلاين، انا بحب دايما اتابع نوع المحتوى اللي بيتكلم عن البيزنس اونلاين، وده برضو نوع المحتوى اللي انا بقدمه على السوشيال ميديا. وفي كام سؤال كده بشوفهم بيتكرروا في موضوع الشغل اونلاين وحابب اجاوب عليه، لان غالبا انت هيبقى في سؤال في دماغك منهم دلوقتي وعايز اجابه عليه. هل ممكن اشتغل اونلاين من التليفون بس، ولا لازم كمبيوتر او لابتوب؟ والاجابه هي ولا. في مجالات حرفيا انت مش محتاج غير التليفون بس علشان تبدا فيها، ومش هتحتاج اي كمبيوتر او لابتوب، زي مثلا انك تبقى ماسك اكونت على السوشيال ميديا لصانع محتوى، او مثلا بشوف ناس بتشتغل خدمه عملاء من التليفون. ففي مجالات معينه مش هتبقى محتاج فيها غير تليفونك بس، انما في مجالات تانية لازم فيها كمبيوتر، ومش شرط كمبيوتر يكون قوي او غالي او كده، لا، ممكن اي كمبيوتر يمشي معاك الدنيا. لان مثلا مجال زي المونتاج او مثلا تصميم المواقع او التجاره الالكترونيه او كده هيبقى محتاج منك تحكم اكتر من اللي بتاخده من التليفون. انما لو انت مش معاه غير التليفون بس، فما تخليش ده يوقفك، وابدا من غير اي مشكله، وبعد كده لما يجيلك فلوس وبقى هات كمبيوتر. لكن طبعا يفضل انك تبدا من الاول بجهاز كمبيوتر او لابتوب حتى لو امكانياته بسيطه في البدايه. هل لازم يكون معايا راس مال علشان ابدا؟ طبعا لا. احنا اصلا في الكورس ده اتكلمنا عن مجال الفريلانسنج، واتفقنا ان احنا نتعلم مهاره ونقدمها للناس في شكل خدمه، وده مش محتاج منك اي راس مال علشان تبتدي. كل اللي انت محتاجه انك تختار مهاره معينه وتبدا تتعلمها وتسوق لنفسك فيها، وده مش محتاج منك اي راس مال في البدايه. هحتاج وقت قد ايه علشان ابدا اكسب فلوس؟ الاجابه على السؤال ده ليها عوامل كتيره جدا. اولهم ايه نوع المهاره اللي انت هتتعلمها، وثانيا انت هتعرف تدي وقت قد ايه تتعلم فيه المهاره كل يوم، وايه هيكون مدى استيعابك لتعلم المهاره دي، يعني هتتعلمها بسرعه ولا هتاخد فيها وقت، لان كل شخص بيختلف عن التاني. فكل دي عوامل هتخلينا ما نقدرش نحط إجابة معينة للسؤال ده. لكن في المتوسط ممكن نقول إنك هتحتاج من 3 شهور ل 6 شهور علشان تعمل أول فلوس ليك من الإنترنت، وممكن يكون أقل من كده أو أكتر من كده حسب عوامل كتير زي ما أنا قلت لك. محتاج طريقة سريعة أجيب منها فلوس من الإنترنت؟ مفيش صانع محتوى ما جالوش السؤال ده، وأنا عن نفسي جالي السؤال ده كتير جدا. وخلاصة الكلام مفيش طريقة سريعة ولا سحرية هتخش تتعلمها النهاردة وتجيب لك فلوس بكرة. أي طريقة أو أي مجال هيبقى محتاج منك وقت علشان تتعلم، زي أي شغل تاني أنت بتعمله على أرض الواقع. هل أنت بتروح تشتغل عند حد النهارده وانت مش عارف اي حاجه وتاني يوم هيقبضك فلوس؟ اكيد لا، الموضوع هيحتاج منك شويه وقت علشان تتعلم، واول ما تتعلم حاجه وتتقنها كويس هتعرف تجيب شغل كتير جدا ان شاء الله.
هدفي من الفيديو ده كان اني اعرفك فكره الشغل اونلاين بشكل عام وبطريقه سهله ومختصره وفي اقل وقت ممكن. لكن طبعا لسه في تفاصيل كتير جدا في الموضوع، لكن انت كحد لسه بيبتدي في الاول التفاصيل دي هتعرفها مع الوقت والتجربه. وطبعا انا هنزل لك محتوى كتير جدا ان شاء الله اساعدك فيه على قد ما أقدر. انا بقول الكلام ده لان في ناس بتبقى مفكره ان هي في اخر الفيديو هتاخد فلوس في جيبها. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حد هيقدر يطور مستواك ويحسن حالتك الماديه غيرك انت. فلازم تبذل كل المجهود اللي تقدر عليه وتعمل ده وانت واثق جدا في كلام ربنا سبحانه وتعالى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وآخر حاجة عايز أقولها لك إنك لو تعرف تشارك الفيديو ده مع حد من صحابك أنت عارف إن هو مهتم بالكلام اللي إحنا بنقوله وبنية إنك فعلا عايز تفيده، أنا هبقى أكتر واحد فرحان، لأن بفرح جدا لما بشوف حد بيستفيد من المحتوى اللي أنا بقدمه ويشوف إن هو يستاهل فعلا يشاركه مع غيره. فيا رب أكون فعلا من الناس اللي فادتك ولو بمعلومة واحدة.